عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كدبه مصدقينها مع حجازي. موضوع السيراميك المستورد. الناس اللي بتشطب اليومين دول لما تروح معارض السيراميك المختلفه تلاقي اغلب المعارض لما تخشها توديك على الدور بتاع السيراميك المستورد. طبعا السيراميك المستورد اغلى 3 4 مرات من السيراميك المحلي. طب هل هو فعلا السيراميك المستورد احسن من السيراميك المحلي؟ لا طبعا، السيراميك المحلي احسن بكتير من السيراميك المستورد. انت حتى لو اخدت حته سيراميك بنفسك وهتلاقي قد ايه السيراميك المصري انشف من السيراميك المستورد. وده ليه؟ عشان اغلب الخامات اللي بتستخدم في السيراميك اصلا موجوده عندنا في مصر. يعني احنا اصلا بنبعت الخامات دي بره مواد خام، وهم بيعملوا السيراميك ويبعتوا لنا السيراميك تاني. ليه ما نستخدمش المنتجات المحليه اللي هي بتبقى فعلا اقوى من المنتجات الاجنبيه؟ الناس هي تقول لك لا حجازي، اصل التصميمات بتاعه السيراميك المستورد احلى بكتير قوي من التصميمات بتاعه السيراميك المصري. لا يا جماعه، في عندنا شركات سيراميك مصريه كويسه جدا، وعندنا شركات سيراميك مصريه فعلا وصلت للعالميه، وفي منهم اصلا بيصدر بره. من اكبر شركات السيراميك اللي عندنا في مصر سيراميك الجوهره وسيراميك كليوباترا. انا مش بعمل اعلان ليهم يا جماعه ولا حاجه، بس فعلا من المنتجات اللي انا جربتها شخصيا وعندهم تصميمات حلوه. وفي شركات تانية كتير جديده ادوها فرصه عشان تصميماتها حلوه وجودتها حلوه، وكل مقاسات موجوده سواء الحمات او مطابخ او حتى الصالونات بره. فانا بجد بنصح اي حد بيشطب شقته ان هو يبص على السيراميك المحلي ويقارن ويشوف، عشان فعلا يستاهل ان احنا ندفع فيه عن ان احنا ندفع فلوس في السيراميك المستورد اللي بيتكلف اكتر بكتير قوي، وفي الاخر بنستورد منتج اوحش من المنتج اللي موجود عندنا في مصر. فاحنا ليه بنعمل كده؟ هل هي عقده خواجه، ولا احنا عايزين بس نتمنظر ان احنا مركبين سيراميك مستورد عندنا في البيت؟ انا قلت اعمل الحلقه دي عشان حاجتين. اول حاجه، الناس اللي عايزه توفر فلوس تشطيب عندها حاجه ممكن توفر بيها من غير ما تاثر على اي حاجه في البيت عندها، وفي نفس الوقت ندي فرصه للمنتج المصري اللي هو فعلا في السيراميك بالذات احنا عندنا خبره اكبر بكتير قوي من اغلب مصانع السيراميك في العالم كله. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم. كان معاكم محمد حجازي في كدبه مصدقينها. ولو عندكم اي اسئله يا ريت تكتبوا لي في الكومنت تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.